قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يواصل المغرب تأكيد مكانته كقوة رائدة في مجال البنية التحتية الرياضية استعدادا لاحتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم 2030. فقد حقق قفزة نوعية في جودة البناء والهندسة ليصبح شعار صنع في المغرب مرادفا للدقة والتميز. تشرف الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الرياضية سوناورد جيز على إعادة تأهيل وبناء 6 ملاعب كبرى بالاعتماد بنسبة 99% على خبرات وأياد مغربية، مما يعكس كفاءة اليد العاملة الوطنية. من أبرز هذه المشاريع؟ المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مرشح لموسوعة جينيس بفضل إنجازه في 8 أشهر فقط وبسعة 68,700 متفرج. الملعب الكبير بطنجة خضع لتوسعة شاملة ليصبح ملعبا ذكيا مجهزا بأحدث التقنيات. ملعب بن سليمان، مشروع ضخم تصل سعته إلى 115,000 متفرج عند افتتاحه سنة 2028. هذا التفوق لا يقتصر على التصميم المعماري المذهل، بل يمتد إلى الأداء التقني المتطور واعتماد أنظمة بناء ولحام دقيقة تواكب أعلى المعايير العالمية. لا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.